من غير مكنة وبأسهل وأسرع طريقة هعمل معاكم أنعم وأطعم بيتي فور. قد إيه طعمه فوق الرائع وبيدوب في البق دوبان. الطريقة دي ناجحة ومضمونة والمقادير مظبوطة على الشعرة، جربوها وانتم مطمنين. هقول لكم على التسوية المثالية اللي هتطلع معاكم البيتي فور دايب وناعم، يعني بيدوب كده في البق دوبان. كمان هقول لكم على طريقة سريعة تشكلوا بيها البيتي فور يبقى شكله كده جميل زي ما انتم شايفين. بس ما تنسوش تدعموني بلايكات كتير للفيديو. أول مكون معانا النهاردة هو كوبايتين من الزبدة. الزبدة لازم تكون ماسكة نفسها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، يعني لازم تكون ساقعة. لو في الصيف دخلوها التلاجة 10 دقايق تكون بالشكل ده، ولو في الشتاء مش محتاجين ان احنا ندخلها التلاجة، بتبقى طبيعي يعني هي ماسكة نفسها كده. ما ينفعش نستخدم الزبدة وهي سايحة علشان هتفصل معاكوا والبيتي فور هيطلع ناشف، وما ينفعش نستخدم الزبدة وهي متحجرة من الفريزر، هتغلبكوا قوي وانتوا بتفككوها وتضربوها. الاول كده انا بديها ضربتين على السريع كده بالمضرب علشان افككها، علشان لما اضيف السكر ما يتطيرش على الرخامة. هستخدم تلتين كوباية سكر، يعني اكتر من النص بشوية. المهم هنضرب الحاجات دي كويس جدا مع بعض لغاية ما السكر يدوب تماما ويندمجوا والقوام يبقى كريمي، وهيبتدي يفتح كده شوية بشوية زي ما انتوا شايفين. في النص كده هوقف ضرب وهجيب الاسباتيولا وهنزل الحاجات اللي على الجدران دي علشان كله يختلط كويس مع بعض، واتأكد ان السكر داب تماما. لازم القوام يبقى كريمي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. دلوقتي هضيف تالت مكون وهو البيض. انا هستخدم بيضتين كاملين وهضيف لهم طبعا ورقتين فانيليا. لو عايزين البيتي فور يكون ناعم قوي ممكن تستخدموا بيضة كاملة وصفار بيضة، لكن انا ما انصحكمش بكده لانه وانتوا بتخزنوه هيتكسر منكم كده ومش هتعرفوا يعني حتى تحطوه في العلبة. انا جربت الطريقة دي كان بيتكسر مني، ما كانش بيقعد كتير. لكن البيضتين الكاملين كويسين جدا. انا هقول لكم دلوقتي برضو على مكون هنضيفه هيعوض موضوع ان احنا يعني نضيف صفارة واحدة، بس خلينا ماشيين خطوة خطوة. باضربهم كويس جدًا لغاية ما القوام يبقى بالشكل اللي انتم شايفينه كده بالضبط. في الوقت ده خلاص كده احنا مش محتاجين المضرب. هنزل الحاجات دي كلها كده واسويها، وهاخد ملعقة كبيرة مليانة من الخليط ده. انا اخدت ملعقتين بس رجعت ملعقة تانية. ده هنستخدمه لما نضيف اللي هو الجزء اللي بالشوكولاتة. دلوقتي هنضيف الدقيق، وانا هستخدم 4 كوبايات ناقصين ملعقتين من الدقيق. طبعا لازم ننخل الدقيق في الاول. بدل ملعقتين الدقيق اللي انا نقصتهم هضيف ملعقتين كبار من النشا، او ممكن ملعقتين من بودرة الكاسترد لو انتوا حابين اللون بتاع البيتي فور يكون اصفر، لكن هي مش هتفرق اي حاجة يعني في التأثير، مجرد لون وبس. اخدت شوية من الخليط اللي انا نقصته زي ما قلت لكم، يبقى انا نقصت منه ملعقة واحدة بس علشان هضيف عليها الجزء بتاع الشوكولاتة. بلم الحاجات دي كويس جدا كده مع بعض. يبقى احنا ضفنا النشا ليه؟ علشان نعوض صفار البيضة. احنا كنا في الاول بنضيف بيضة كاملة وصفار بيضة، لا دلوقتي احنا ضفنا بيضتين كاملين وملعقتين النشا. هاخد جزء هنقصه كده على جنب علشان نخليه لونه بني بالشوكولاتة. ده القوام بتاع العجينة بتاعت البيتي فور. بتكون بالشكل ده، ما تبقاش سايلة وما تبقاش تقيلة، لازم تكون بتلزق كده في الايدين عشان تبقى ناعمة ودايبة معانا. ده الجزء اللي انا اخدته، وهضيف لي ملعقتين من الكاكاو الخام الاسباني وهدمجهم كويس مع بعض. لو انتوا حابين الشوكولاته تكون اكتر من كده طبعا كتروا براحتكم. ده التيب اللي انا بشكل بيه البيتي فور اللي احنا بنستخدمه في الكلير والبروفيترول. هجيب الكيس الحلواني اللي هو بيكون من جوه بلاستيك ومن بره قماش، واحط فيه التيب، وبعدين هاخد كميه من العجينه بتاعت البيتي فور، وما تكتروش الكميه بتاعت العجينه علشان يبقى سهل عليكم وانتوا بتشكلوه. بضغط عليها علشان اخرج منها الهواء، وبعدين بجيب الصينية، والصينية بتاعتنا احنا مش هندهنها خالص، هشكل عليها وهي كده. وهبتدي اضغط على الكيس كده. انا قربت لكم اهو الصورة، بضغط عليه شوية بشوية كده. بصوا بيطلع لي بالشكل ده. مفيش اسهل من الطريقة بتاعت التشكيل دي، سريعة جدا جدا، اسهل بكتير من المكبس بتاع البيتي فور اللي كنا بنستخدمه قبل كده عشان بياخد وقت معانا في التشكيل وبيحتاج صواني كتير برضو. بصوا انا باخد شوية شوية كده قليلين زي ما انتوا شايفين، وصوابعي بتبقى تحت كده جنب التب، وبعدين بضغط عليه وبنزله بالشكل ده. ما تعملوش البيتي فور حجمه كبير قوي علشان ما ياخدش وقت طويل في التسوية، وكمان علشان يبقى ناعم ودايب كده معاكم.
كل ما هعمل شوية أنا بضغط عليهم كده وبسويهم بصبعي كده من فوق. ده شكل تاني برضو أنا بضغط عليه وبسحبه عشان نعوض غياب المكبس، يعني احنا بنعمل أشكال برضو بالكيس مش هنغلب برضو يعني. وبسوي الحتة اللي هي تحت دي. بصوا أنا بضغط عليه كده وبقطم، يعني بنضغط من فوق ونسحب وبعدين نقطم كده. وبعد ما هخلص تشكيل العجينة اللي هي بالفانيليا دي هبتدي أشكل العجينة اللي هي بالشوكولاتة، برضو بيبقى شكلها حلو. انا عملت كمية قليلة بالشوكولاتة عشان احنا بصراحة يعني بنحب اللي بالفانيليا اكتر. لو انتوا مش حابين بعد ما يستوي تشكلوه بالمربى او بالشوكولاتة، ممكن تعملوا الفكرة الجميلة دي. انا جبت شوكولاتة شيبس وابتديت احط فوق كل واحدة كده واحداية. وما تقلقوش شوكولاتة الشيبس بتستحمل الحرارة، يعني ما بتسحش لما بتدخل جوه الفرن. كده خلاص انا خلصت كل الكمية، عملت لي 3 صواني. صينيتين دول اللي هم حجمهم 40 في 60، وصينية تانية كبيرة حجمها 60 في 60. بعد ما هخلص تشكيل البيتي فور على طول انا بسويه، ما بسيبهوش في المطبخ. هولع الفرن وهخليها تسخن على درجة حرارة 200. اول ما ابتدي ادخل فيها الصاجات بوطي درجة الحرارة على 160، وبخلي الرف في اعلى رف، يعني بحط الصينية دي في اعلى رف في الفرن اللي هو تحت الشواية على طول. لكن ما بنولعش الشواية، بتكون مولعين الفرن وبس. بياخد معايا قد ايه في الفرن؟ بياخد من 13 ل 15 دقيقة، مش اكتر من كده. اول ما تلاقيه كده الجناب بتاعته بقت لونها ذهبي، بيبان كده ان هو لونه ذهبي، فخلاص احنا يعني بنطفي عليه الفرن. في ناس بتحب تولع الشوايه، لكن انا ما ولعتش الشوايه بصراحه. اول ما بيخرج من الفرن احنا ما بنحركوش من على الصواني خالص، بنسيبه لما يبرد خالص خالص. وبعدين انا حطيتهم كده فوق بعض في صينيه علشان دلوقتي هنبتدي نشكلهم. شايفين الرسمه واضحه وما اتلخبطتش ولا اي حاجه، علشان المكونات بتاعتنا مظبوطه على الشعره. انا استخدمت شوكولاته دريم في تشكيل البيتي فور بتاعي. انا بسيح الشوكولاته على حمام ميه سخنه، وبحط في الشوكولاته ملعقتين بس من الزيت. ممكن نشكله بقى بجوز الهند او الفورماسيل او مكسرات اي حاجه. المهم انا بحط كده ورق الزبدة عشان اشكل عليها، وبحط نقطة كده من السمنة يعني يمين وشمال علشان الورقة تثبت معايا يعني ما تتحركش. وببتدي اغطسها كده في الشوكولاتة وبرفعها. انا بعمل نص البيتي فور علشان يبقى شكله جميل كده، وبرده علشان ما تستهلكوش كمية كبيرة من الشوكولاتة. ممكن نحط شوكولاتة بيضة في النص كده ونقفل عليها، بتبقى حلوة كده عاملة زي الأوريو أو البسكوت المحشي اللي احنا بنشتري، بيبقى طعمها لذيذ برضو. يعني بصوا التشكيل ده يرجع لكم، يعني اعملوا الطريقة اللي بتريحكم اللي انتوا بتحبوها. بس انا بديكوا افكار يعني ربما تعجبكم، فجربوا يعني كل حاجة. ممكن نعمل جزء كده بنغطس الشوكولاتة في جوز الهند، او ممكن على فكرة ما تستخدموش شوكولاتة خالص لو انتوا حاسين ان هي مكلفة، وممكن تحطوا في النص كده مربى، وتغطسوا جزء منها في المربى وتبتدوا تشكلوها في الفورماسيل بالشكل ده او في جوز الهند، يعني زي ما تحبوا. ممكن برضو فول سوداني مجروش او مكسرات مجروشة، يعني الحاجة اللي تعجبكم. بعد ما بنخلص تزيين البيتي فور بندخله في التلاجة علشان الشوكولاتة كده تمسك نفسها وما تلزقش. وبعدين بنخرجه طبعا وقدمه بالطريقة اللي تعجبكم. انا بحطه في حاجة مفتوحة علشان التصوير بس، عشان تبقوا شايفين كل حاجة. عايزة اقولكم الطريقة دي من اروع وانجح الطرق اللي ممكن تعملوا بيها البيتي فور. انا كل سنة الحمد لله يعني بعملها وبنزلها لكم، يعني انا معتمداها من سنين. بصوا شكل البيتي فور قد ايه مفرح وجميل. هو اصلا العيد ما يحلاش من غير البيتي فور. كمان فكرة ان احنا بنحط في الفواصل الشوكولاتة بيضة ومن بره الشوكولاتة الدارك، يعني بيدي شكل جميل جدا جدا. بصوا قد ايه دايب وناعم وريحته في منتهى الروعة والجمال. ما تنسوش بقى تدعموني بلايكات كتير للفيديو. كل سنة وانتم طيبين، بحبكم من كل قلبي. نهد فاروق.